وفاة الشيخ متعب بن محروط الهزال، إن لله وإنا إليه راجعون. أعلنت وسائل إعلام عراقية عن وفاة الشيخ متعب بن محروط أمير قبيلة عنزة في العراق والوطن العربي، حيث وافته المنية اليوم الخميس. وبحسب ما نشر في الأيام القليلة الماضية، فإن سبب وفاة الشيخ متعب بن محروط يعود لتعرضه لوعكة صحية آلمت به قبل عدة أيام، حيث جرى نقله بشكل سريع وعاجل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما خرج وقتها الكثير من النشطاء وتحدثوا عن وفاة متعب بن محروط. الشيخ متعب بن محروط هو شيخ مشايخ قبيلة عنزة في العراق، ويعتبر من بين أبرز الشيوخ في منطقة الخليج والجزيرة العربية والعراق والشام. تولى الأمير محروط مشيخة القبيلة بعد أن قام بخلافة العهد المشيخة أثناء تواجد الشيخ فهد الهزال في تركيا، مما جعل كبار رجال القبيلة يرون أنه الأحق بالمشيخة. وبفضل مهاراته القيادية واجتهاده في العمل، نجح الأمير محروط في تقديم خدمة مميزة لقبيلته والارتقاء بمكانتها في المنطقة. تعد قيامه بتولي مشيخة القبيلة في سن صغيرة بمثابة إنجاز استثنائي، وأظهر فيه الشجاعة والحكمة في قيادة قبيلته بنجاح وثقة. إن لله وإنا إليه راجعون. بشكركم على حسن استماعكم.